نشارك معكم واحد جوج ديال الأخبار، هما جوج ديال القرارات ديال وزير العدل المغربي السيد وهبي، الذي هو ينفذ أجندة ديال جهات ما التي أرادت الخراب والشتات لهذا المجتمع المغربي المحافظ المسلم. أما القرار الأول أو الخبر الأول، وهو لما مشيتي للوطيل سيدي وكانت معك المدام، هذاك لو ريسبسيونيست اللي تيكون في لاكوي ما غيبقاش يطلب لك لاكت دو مارياج، بمعنى عقد الزواج اصبح ملغى، تبقى تمشي انت وشي وحده كما بغات تكون يمكن تدخل لوطيل، وهذا مدخل حقيقي الى تنفيذ حقيقي لما يسمى بالعلاقه الرضائيه. اما الخبر الثاني هو شراء العقوبه الحبسيه، بمعنى تولي عقوبه بديله، وهو انه تبدا تخلص فلوس بلاصه ما تمشي للحبس. هنا كاين تكريس ديال لانجوستيس، لا عداله، بحيث انه انت عندك الفلوس ولد الفشوش، غادي نصروا ولاد الفشوش،